تعال اسمع معايا كده كلام مدرب نادي الزمالك يانيك فيريرا في المؤتمر الصحفي بعد ماتش فاركو. قال كلام خطير قوي. واسمع وتعالى لي بقى عشان هقول لك على الموضوع كله. اسمع. against Jaziri, or you think that maybe we could see Jaziri in the next games? With me, you will not see Jaziri, no. معاه مش هتشوف الجزيرة لا. زي ما انتوا سمعتوا كده في المؤتمر الصحفي، واحد من الصحفيين بيساله فين سيف الجزيري. سيف الجزيري التالت ماتش على التوالي بيطلع بره قائمه الفريق. فهانيك فيريرا رد مفحم ورد مش متوقع بالمره. قال له معايا عمرك ما هتشوف سيف الجزيري جوه الملعب. ليه بقى؟ تعالى بقى، هو لب الموضوع هنا. احنا هنقول المشكله ايه اللي حصل، بس لب الموضوع والشاهد من كلام فيريرا ده ان الزمالك ما بقاش مستباح. ان لما لاعب يطلع بره قائمه الفريق 3 اسابيع ويكون لاعب اجنبي ومفيش حد يتكلم عن الموضوع، ولا صحفي ولا اعلامي ولا سوشيال ميديا ولا اي حاجه، محدش يعرف ايه اللي بيدور. كله فاكر ان غياب سيف الجزيري غياب فني، محدش يعرف ان في مشكله حصلت بين يانيك فيريرا وسيف الجزيري في التمرين. سيف الجزيري يانيك فيريرا في التمرين قال له هلعبك جناح لما احتاجك، هوظفك توظيف جديد. راجل عنده مهاجمين كتير وانت بتشلنا بصراحه. يعني الحمد لله ان هو اصلا حصل الموضوع ده وبعدك من الفريق. فالجزيري فاجئه برد مفحم بردك وقال له لا، انا ما بلعبش غير مهاجم ومركزي مهاجم وانا مش هلعب جناح. فيانيك فيريرا قال له يا عم ريح واستريح وريح جمهور الزمالك منك. بس بقى ده